معلومات مهمة جدا وانت بتشتري الام دوت 2 تخليه بدل ما يعيش معاك سنتين بس يعيش معاك 30 سنة. واول معلومة وهي حاجة اسمها تي بي دبليو، هي التيرا بايت ريتن. طب ايه هي التيرا بايت ريتن دي؟ ده عمر الام دوت 2 الافتراضي تقريبا، فبمعادلة بسيطة جدا تقدر تحسب الام دوت 2 ده هيعيش معاك قد ايه. ايه طيب التي بي دبليو ده مثلا انت لو معاك كشكول 100 ورقة، الكشكول ده انت تقدر تكتب فيه كام صفحة؟ مش هتقدر تكتب فيه اكتر من 100 صفحة لان مفيش صفحة 101 تقدر تكتب فيها، لكن تقدر تقرا فيه كام صفحه؟ انت تقدر تقرا فيه عدد لا نهائي من الصفح. هتقول لي ازاي يا سيليكون؟ هقول لك ان انت تقدر تقرا ال100 صفحه وتقراهم تاني وتالت وعدد ما لا نهايه من انك تقعد تقراهم تاني. فالام دوت 2 بيشتغل كده، هو في حاجه معينه قطعه جواه هي مساحه يتكتب فيها فقط، ما ينفعش تكتب فيها اكتر من كده، نفس فكره الكشكول. لكن في القراءه انت لو فضلت مثلا حاطط نفس الحاجه وما بتغيرش الحاجه دي، الام دوت 2 يفضل شغال معاك دايما. فهي دي فكره التيرا بايت ريتن. هسيب لك معادله دلوقتي تقدر تحسب بيها الام دوت 2 ده يقدر يعيش معاك قد ايه، وكمان ازاي تعرف المعلومه دي من الموقع الرسمي بتاع الام دوت 2 زي ما انا ما عارف. اول حاجه هتكتب اسم الام دوت 2 اللي انت ناوي تشتريه، وبعدين تخش على الموقع الرسمي بتاعه، بعدين تدور على المواصفات او السبيسيفيكيشنز. هتنزل هتلاقي زي ما بقول لك 3 دي ناند مكتوبه، والتوتال بايت ريتن او التيرا بايت ريتن قدام كل مساحه العمر الافتراضي بتاعها. وتاني معلومة لازم تتأكد ان هي موجودة على الموقع الرسمي بتاع الام دوت 2 هي 3 دي ناند فلاش او 3 دي ناند ميموري او 3 دي ناند كنترولر. كل ده مسمى لنفس الحاجة، لازم تتأكد ان هي موجودة في الام دوت 2 اللي انت هتشتريه. ال 3 دي مهم جدا جدا في الام دوت 2 لانه بيتحكم في ازاي الداتا تتنقل من الام دوت 2 لباقي قطع الجهاز اللي هتستخدم الداتا دي. فانت ده بينظم من الحركة، فبالتالي بيخلي الليتنسي وسرعة النقل بتكون في نفس اللحظة اللي انت بتشتغل فيها. انما اللي ما فيهوش 3 دي ناند كنترولر ممكن يعمل معاك شويه ديلي في اوقات معينه، فبلاش تاخد الريسك ده. واغلب اصلا الام دوت 2 اللي موجودين دلوقتي فيهم 3 دي ناند فلاش. طبعا انا بتكلم بعفويه كبيره جدا لان لو هقعد اشرح بالتفاصيل الموضوع ده هياخد ساعه او اكتر. وطبعا اخر معلومه وهي الجن بتاع الام دوت 2. فالجن بتاع الام دوت 2 او الجيل بتاع الام دوت 2 ده لازم تاخد اعلى جيل لو كانت البورده بتاعتك بتدعم الجيل ده. يعني انا مثلا البورده بتاعتي اخرها جن 3 فانا بشتري جن 3، جن 4 اخرها جن 4 فانا هشتري جن 4، او ممكن عادي اشتري جن 3. لكن لو انت جن 3 ما تشتريش جن 4 لانك مش هتستفاد بسرعه الجن 4. فلازم تركز مع سرعه القراءه وسرعه الكتابه والجيل بتاعك. اتمنى تكونوا استفدتوا بمعلومه. انزل اشترك في القناه وارزع زر اللايك واكتب لي كومنت حلو زيك. كان معاك سيليكون محمد، كل سنه وانتم طيبين.